السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا بخير. تعالوا بقى نتكلم سريعا كده على شوية نصايح لحد بيعمل الكيتوجينيك. أول حاجة، ازاي تتخلص بسرعة من الكيتو فلو اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، اللي هو الإحساس بإن أنت ما عندكش طاقة وفي صداع وفي دوخة بسيطة، اللي هي بتبقى في بداية إن أنت تعمل الكيتو. أول حاجة ان انت بيكون ليك في اليوم تقريبا 20-30 جرام كارب. في ناس بتعمل ايه؟ بتاخد الموضوع تدريجي، فهو لما بياخد الموضوع بالتدريج فيبدا مخازن الجلايكوجين في الجسم تقل بالتدريج، بالتالي هو بيطول المده. فالمفروض انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابدا على طول بال30 جرام او بال40 جرام كارب في خلال اليوم، عشان اعمل استخدام سريع للمخازن بتاعه الجلايكوجين بتاعتي، فادخل على طول في ايه؟ في الكيتو. تاني حاجة، ان انا البروتين بتاعي اخد بالي منه ان هو ما يعلاش قوي في الاكل، في كل وجبة ما يبقاش البروتين اعلى من الكارب، لان في بعض الاحماض الامينية اللي بتطلع من البروتين ممكن تخلي البنكرياس يفرز انسولين، بالتالي يطلعني بره نظام الكيتو. تالت حاجة، ان انا ما اخافش من كمية الدهون اللي انا باخدها. انت كده كده اصلا الجسم عندك بيستخدم الدهون دي كمصدر للطاقة، مش عشان انت بتاخد كميه دهون كبيره يبقى انا افضل اعك واخد اي دهون وخلاص. لا، زي ما قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الدهون الصحيه ايه هي. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات شوف الفيديو واعرف ايه هي الدهون الصحيه اللي انت المفروض تستخدمها في النظام. ايه كمان؟ ان انا اخد بالي قوي من السناك بتاعي. ليه؟ لان انت في مفهوم كده دايما ان السناك ده بيكون عباره عن مثلا فاكهه، بيكون عباره عن كوبايه لبن، شويه شوفان، مش عارف بايه. الكلام ده ممنوع في الكيتو، لان انت لو خدت حاجه فيها الكارب عالي هيطلعك بره الكيتو، والجسم هيستخدم الكارب اللي موجود ده او اللي انت دخلته ده عشان ينتج بيه طاقه وهيطلعك بره نظام الكيتوجينيك. لازم ناخد بالنا قوي من شرب الميه في النظام ده، لان احنا زي ما اتفقنا ان الجسم بيفقد الجلايكوجين اللي موجود فيه، المخازن دي بتفضى، المخازن دي بيكون فيها كميه كبيره من الميه، فبالتالي انت الجسم بتاعك بيخسر كميه كبيره من الميه. عشان كده لازم نكون طول الوقت بنعوض الجسم بالميه. في حاجه كمان، ان انا احط في دماغي ان انا اعمل مثلا صيام متقطع، بالذات لو في البدايه. ليه؟ لان انا بقول لك انت 16 ساعه مش بتاكل فيهم اي حاجه، وبتاكل بس في 8 ساعات. فانا هسهل عليك وهسرع عمليه استهلاك المخازن بتاعه الجلايكوجين اللي موجوده في الجسم، بالتالي هدخلك اسرع في ايه؟ في نظام الكيتو. دي شويه نصايح كده سريعه تعرفها وانت بتعمل نظام الكيتوجينيك عشان تقدر تحافظ على الجسم بتاعك، واشوفكم على خير ان شاء الله.